إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله، تأكد إن أنت هتنول اللي ببالك في النهاية، عن كل الوجع والألم والتعب اللي شفته والصبر الجميل اللي صبرته. جربت الألم قبل كده؟ جربت إن قلبك يتكسر يوم؟ حسيت إن الظلم أرهقك وأنهكك وإن الوجع ما بينتهيش؟ حسيت الإحساس ده قبل كده؟ طب اسمع البشرى دي من الله، البشرى من الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ربنا يوعدك بأجر ملوش نهاية بغير حساب، بعوض ملوش نهاية بغير حساب. يعني بص، مفيش حصر، يعني مش عامل لك حصر، يعني مش عامل لك نهاية، ده بلا نهاية، ما لا نهاية. كل حاجة ليها نهاية، دي بقى ما لا نهاية. ليه؟ عشان صبرت بس، صبرت على اللي ظلمك، صبرت على اللي خذلك، صبرت على التعب، تحملت غدر الحبايب القريبين، عانيت من الخذلان ومن الناس اللي كنت فاكر ان هم سند ليك. لا، ربنا ابدا ما نسي دموعك في ليلة واحدة. الله لن ينسى، ما نسيش دموعك في ليل الوحدة لما كنت لوحدك محدش حاسس بيك. لم ينسى الألم، ما نسيش الألم والوجع اللي انت مريت بيه، اللي خبيت وراه ابتسامتك الحلوة، عشان انتوا ناس جميلة. كل ده هينتهي والله هيعوضك عوض كبير. هينور بقى الضلمة اللي انت فيها. انت حياتك يعني حاسس انها ضلمة، هتتنور حياتك، وهيرد لك حقك، وهيمسح على قلبك بفرحة ما حلمتش بيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، يعني لو الشوكة دخلت فيه كده، إلا كفر الله بها من خطاياه. يعني كل تعبك ده، كل ده بيتكفر عنك ذنوب وخطايا. فاصبر، لأن ورا صبرك جبر عظيم من الله. قول معايا: اللهم اجعلني من الصابرين، وعوضني يا الله عن كل ما فقدت، وارزقني فرحة تنسيني وجعي وألمي يا رب العالمين.